اذا كنت فاكر يعني انك بتصوم عدد ساعات طويله وانك كده يعني بتعمل اللي ما يتعملش وبتقوم بمهمه مستحيله، فهقول لك على معلومه النهارده هتخليك تشوف عدد الساعات دي حاجه جميله. بتختلف ساعات الصيام في شهر رمضان من دوله لدوله حسب اختلاف خطوط الطول والعرض، ومهما كان الاختلاف ده فكلنا في الاخر عايشين على كوكب الارض. فعندك مثلا دول بتصوم 20 ساعه زي فنلندا وروسيا والنرويج، فكده عدد الساعات اللي انت بتصومها تعتبر تهريج. وفي دول بتصوم 18 ساعة زي بولندا واسكتلندا، والمسلمين هناك بتصوم من سكات ومش عاملين من عدد الصيام بروباجندا. وفي اللي بيصوموا 17 ساعة زي الدنمارك وبريطانيا، واخدة بالك انت يا أستاذة رانيا؟ ودول تانية بتصوم 16 ساعة زي أمريكا وكندا والصين واليابان، وكله بيتأقلم مع الوضع وبيصوم عادي، مش عامل من الصيام قلبان. أما بقى الدولة اللي فيها أقل عدد صيام هي مدينة أوشوايا في الأرجنتين، فدول بيصوموا بس